انت لما بتقرا دماغك بتتغسل بافكار الراجل اللي كتب الكتاب اللي انت بتقراه، وبتبدا بجد تقتنع بقناعاته وبتقتنع بالكلام اللي هو بيقوله، وخصوصا دي لو في حاجه انت عايز تطبقها في حياتك. انا قريت كتاب لماذا ننام. الكتاب ده بيتكلم عن ازاي تحسن نومك، والراجل ده بيحكي قصص فيه، رغم ان الكتاب ده 90% منه بيتكلم عن الاحلام والنوم الخفيف والنوم التقيل، بس ال10% بتوع قصص الراوي، قصص الكاتب، الدكتور اللي كتب الكتاب ده او الباحث البروفيسور مش مهتم، بيتكلم قصص حياته عن ازاي بيتعامل مع القصص دي، ازاي لو اليوم اتاخر عليه وسهر بعيد ايه اللي بيحصل، بيعمل ايه في بيته هو شخصيا بيساعده على النوم. فدي الحاجات اللي بتسمع معاك عشان دي قصه، والعلم بيتنقل بالقصص لو مش شفته قدامك. هشرح لك اكتر عن الموضوع ده قدام، فخليك متابع للاخر. بس المهم دلوقتي ان انا زي ما تقول شربت اللي هو بيعمله، هرشت اللي هو بيعمله بالمصري كده، هرشت اللي هو بيعمله كويس، وفهمت هو عايز يوصل لي ايه. فبالتالي بدات اعرف اطبق الحاجات دي في يومي، وعرفت فعلا اطبقه، ونومي اتظبط بكتير جدا، وعرفت اهميته اكتر بكتير. فده مثال واحد. وزي ما لمحت لك في حاجات اصلا ما ينفعش تقرا عنها، في حاجات ما ينفعش تقراها، وفي حد اتكلم احلى مني بكتير قوي وقال كل الكلام اللي نفسي اقوله في النقطه دي بالذات. فتعال اتفرج معايا، وال3 دقايق دول صدقني مش هتندم اللي انت استثمرتهم بجد. هسمعهم معاك، انا هسكت على قد ما اقدر عشان في كلام كتير قوي عاجبني ونفسي اعلق عليه، بس انا مش هرضى اعلق عليك عشان عايزك بجد تشرب الكلام اللي هو بيقوله. استنكر جدا ان الناس تنشتغل بالمكتوب او شيء مقروء غير كتاب الله، وده اللي خلى عمر بن الخطاب يقول ايه لما انصرف عن كتابة السنة؟ قال لك حتى لا ينشغلوا عن كتاب الله كفعل اليهود والنصارى. كان الصحابة لما يجوا يتحركوا رايحين ناحية العراق أو الأراضي المفتوحة يقول لهم إيه؟ تردوا على مدن لها دوي زي دوي النحل من قراءة القرآن، فإياكم أن تشغلوهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ طب ما نحدثهم عن النبي. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيعوزوا ليه؟ عشان تبيانا للكتاب. الكتاب عندك والصحابي عندك. الصحابي ده مين؟ ده اللي شاف النبي بيتحرك، فأنت هتعوز منه إيه؟ ما ينفعك في دينك، اللي هو هتشوفه بيصلي الصحابي هيصلي قدامه، هتشوفه بيتلو الصحابي هيتلو قدامه، الصحابي هيجاهد ايام ما كانت الناس بتجاهد زمان هيجاهد قدامه. هم خلقوهم القرآن، يعني هو ذات نفسه بيطبق، فانت شايف الحوار ده فيديو قدامك، فاهمني؟ فكل اعمال البر هتنقل لك نقل عملي. يعني ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه، يعني يعرفه قبل ما ينزل عليه الوحي، فالمفروض يعني كتاب ابو بكر ده يبقى ايه؟ وصل لنا حاجه كده ايه 400 مجلد مثلا احاديث. سيدنا ابو بكر الصديق لا يتفق الصحيحين الا على 6 احاديث مثلا، ليه مخرج له كل الاحاديث اللي قالها ممكن توصل 22 25 حديث. ابو بكر مسند ابو بكر كله. طب ما هو لو كان قاعد مع النبي ما بيسالوش اي حاجه؟ طب ده هو لو قال لنا بس الاخبار اليوميه تطلع. هو فين علم ابو بكر في عمله؟ يعني ابو بكر هو ابو بكر عمله ايه اللي خلى الناس تكتب؟ واحد يقول لك ايه؟ طب هنا بقى الفكره، الصحابه لو فضل الكلام على كده، المذهب على كده، يقول لك العلم كده ايه؟ كان هيندثر. ركز بقى في ايه اللي خلى الناس تكتب. السنه هتضيع والقران هيضيع وبتاع. فالحمد لله ان هم ما مشوش على المذهب ده. هو على الحقيقه ليه الناس ما مشيش على المذهب ده؟ لان الامه الناس لا تقوى على ما فعله الصحابه، ان هم ينقلوا جيل لجيل العمل. خلاص، فعشان كده دايما احنا بنقول القراءه دليل انتكاس، الكتابه عذرا دليل انتكاس. دليل انتكاس. انا مش هعرف انقل العمل اللي انا عايز انقله لاولادي، فاكتب لهم ازاي بيتعمل. تخيلوا مثلا احنا حاليا دلوقتي اي واحد فينا يقول لك انا عايز ابقى مخلص. ابقى مخلص ازاي؟ هل يجرؤ احد يقول له روح لفلان تعلم منه الاخلاص؟ مفيش. ده فين ده؟ واحد يقول لك انا عايز ابقى ابقى مؤدب كده. فين ده بقى؟ مش حد متربي خالص فاضل. مفيش حد تعرف تشاور فعلا عليه تقول له تروح لمين. القصد بيقول لك ان مفيش كتاب كده بعلمك يعني ايه تقوى، يعني ايه اخلاص، يعني ايه حياه، 1 2 3 تتعمل كذا، تتبع الخطوات الاتيه. مفيش حاجه كده، فمفيش اصلا. فتخيل بص مدى الانتكاس ان الناس كتبت الاعمال القلبيه، تعريف الاخلاص، شواهد الاخلاص، ليه؟ تعريف وشواهد، الحاجات اللي ممكن احسها ممكن المسها، بس الحاجات دي مش بالضروره ان انت تفهمها، فاهم؟ يعني هي حاجات معنويه ملهاش حاجه ملموسه امسكها بيها وافهمها لك او اوريها لك كده اقول لك ده قلب، ده تشريحه كذا، ظروفه كذا، مش موجوده. فانت مش هتفهم الا لو شفت حاجه من كده قدامك، شفت نتيجه الحاجه اللي انا اديتك تعريفها دي على ارض الواقع قدامك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فعله بس كافي، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مهتم هو والصحابه انه يجمعوا على المصحف مجموع، كان مدون بس مش مجموع. ليه؟ لانه النبي والصحابه اللي ما يمشي معاهم وكانه راى التنزيل،
طب اللي شاف النبي بس كأنه رأى التنزيل، اللي شاف جمهور الصحابة مجتمعين وكأنه رأى التنزيل. عشان برضه اقول لك حاجه توضح الخلاف اللي ممكن يكون في بالك. طب دلوقتي القران وده هل ده دليل انعكاس؟ لا، القران دلوقتي عايز اوصله لاكبر كميه من الناس انا اقدر اوصل لها القران، فمستحيل ان النبي عليه الصلاه والسلام يجي يسافر الارض كلها ويجي الصين واندونيسيا وبتاع يقول لهم القران واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، قصه طويله قوي عشان اوصله للعالم كله. فدي طريقه تانية غير دليل الانتكاس، ابروتش تاني اللي انت عايز توسع نطاق انتشارك، واللي بقى فيه ليه بدائل اكتر بكتير دلوقتي اللي هو الفيديوهات والبودكاست والكلام ده. كان الامهات ايام الامام احمد كان يجتمع في مجلس الامام احمد الاف المحابر، يعني طلبه جايه تكتب نصهم معهمش محابر، اطفال صبيان من 10 سنين وانت طالع قاعدين متربعين وساكتين، امهاتهم بعدهم الصبح تقول له ايه؟ اذهب الى احمد فتعلم سمته وهديه ودله. بس انت تشوفه بيقعد ازاي، بيتكلم ازاي وبتاع، لانه وكأنه احمد ده شاف مين؟ شاف من رأى. عشان كده كانوا اهل الحديث يقولوا ايه؟ يقولوا بابا انت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ايه؟ فكان عبد الله بن مسعود اشبه الناس بهدي وسمت النبي صلى الله عليه وسلم، في هديه وسمته ودله. يعني لو رايت عبد الله بن مسعود وكانك رايت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابراهيم النخعي اشبه الناس بعبد الله بن مسعود، فلو رايت ابراهيم فكأنك وهكذا. عشان كده بعد كده تنقطع. ما تقدرش دلوقتي تقول لحد روح شوفوا في قعدته واكله وسلوكه مع الناس وجهاده وكلامه وكذا كما مش هتلاقيها دي. سنته وهديه ودله. شوفوا بيعمل ايه، شوفوا قاعد ازاي، بيتكلم ازاي، بيتعامل ازاي، انت هتشوف هتفهم، مش لازم تكتب حاجه. عشان كده بيقول لك الناس اللي اشتغلت وهي صغيره، الناس اللي هو اتمرمط من صغره، ده بيبقى انسان كويس، ده الناس بتعرف تتكلم معاه وبيحب يتعامل مع الناس، والناس بتحب تكلمه وبتحب تتعامل معاه، عشان شاف اكيد مرؤوسه في العمل او ايا كان مين اللي ماسكه في العمل، فهمه الدنيا بتمشي ازاي. والحوار ده مش تعالى اتكلم معايا، تعالى حموك شاف اتفرج عليه واحنا بنتكلم سوا عشان تعرف تتكلم ازاي مع الناس، ما بتبقاش كده، هي بتيجي لوحدها. بس الفكره ان هو موجود، هو جه هناك وانت مش عندك فرصه ان انت تتعلم كده او ما يوازي كده. فعشان كده انا هعديك كتاب كيف تكلم الناس، How to win friends and influence people، والحاجات دي برضه عمرك ما هتتعلمها الا لو طبقتها. بس الفكره المره دي ان انا لخصت لك المحادثه اللي ما بيني وما بين فلان عشان حموك شايفها، لخصتها لك واديتك المغزى منها، وانت تجرب بقى عشان ايه؟ تاخدوا العصاره دي وتطبقها حرفيا على ارض الواقع. فانت كده خدت الريفرنس المرجع بتاعك وتجرب عشان تعرف لو انت غلطت في ايه. اتمنى تكون كل حاجه واضحه. انت دلوقتي ممكن تكون مع شخص كاريزماتيك عايز تتعلم منه ازاي تعامل الناس وازاي تتكلم مع الناس بطريقه كويسه وازاي تكسب احترام الناس. الشخص ده ممكن ذات نفسه يكون ناقص وانت مش هتعرف انه ناقص، فاهم؟ ناقص مش ناقص كشخص، يعني ناقص في الحته الكاريزماتيك اللي انت عايز تتعلمها دي. يعني ممكن يكون بيعرف يفتح كلام كويس وبيعرف يتكلم قدام الناس كويس، بس ما تعرفش تعمل معاه علاقه طويله، ما تعرفش تصاحبه لمده طويله عشان بيبقى شخص مثلا ايه تعامله وحش مثلا. انت هتتعلم منه كل حاجه بتاخده زي ما هو، بس الفرق ما بينه وبين الكتاب ان الكتاب مجمع من الشخص ده الحلو ومجمع من الشخص ده الحلو وشايل الوحش منهم الاثنين. فاللي حصل دلوقتي اللي انت خدت الحلو كله فانت بقيت وافضل، اللي هو باشمهندس امين بيتكلم عليها دي. احنا خلاص انا سرحت في الفيديو خالص دلوقتي. الفيديو جميل صراحه، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وغالبا انا هوصي كتير قوي من اللي انا سمعته عشان في كلام مش ليه علاقه بالفيديو بتاع النهارده. بس هو الفيديو لوحده انا زي ما قلت لك انا سرحت فيه، وصلت النص، قلت لك 3 دقايق بس وصلت لقيت نفسي في بخلص اهو. فملخص الفيديو كله، اللعب كله على ايه يا معلم؟ ان انت تشوف حد وصل للي انت عايز توصل له وتتعلم منه هو شخصيا ازاي وصلت لكده، وغالبا مش هتلاقيه حواليك. انت للاسف مع احترامي الشديد ليك، انت لو عايز تكون غني والدك مش غني، عايز تكون يعني كاريزماتيك غالبا والدك مش كاريزماتيك بالطريقه اللي انت نفسك فيها، مش نفسك تعمل الحاجات اللي ما سبقوك عملوها. فانت غالبا مش هتلاقي حواليك شخص بالكفاءه اللي انت محتاجها عشان تكون انسان افضل. فاقرا كده من الكتب، اتعلم بقى من الكتب. طب ما انت دلوقتي منتكس، فتقرا الحاجات دي من الكتب، وصدقني زي ما قلنا لك في الفيديو هتكون احسن بكتير جدا من النتيجه اللي الراجل اللي خدها فطريا، عشان انت خدت الحاجات دي عن علم ودرايه وخدتها كده بدماغ ومخمخه وخدتها كلها مره واحده، مش هيفضل لك ساعتها غير اللي انت تطبق بس. فانا عايزك تحكي لي عن تجربتك مع القرايه، وايه اللي في الفيديو ده لمس معاك واثر عليك وحس ان انت تبدا تعمل خطوه بجد بيه. ولو انت حابب تشوف ناس شبهك نفسهم يعملوا نفس الحاجات اللي انت نفسك تعملها، فخش على سيرفر ارض العزم بتاعي، وعندي قناه مخصوص اسمها مين يتحداني. هتخش تكتب عندي كتاب كذا اسمه كذا وصفه كذا وعايز اخلصه في مده قد ايه، مين يخش معايا؟ هتلاقي محترم حد داخل لك يكلمك على البابليك هنا، تعالى يا باشا انا تخش انت تحدي معايا ونشوف مين هخلصه الاول، او انا اخصص جزء نقراه سوا كل يوم ونراجع مع بعض الكتاب كل يوم. ولو في حاجات تطبق في الكتاب زي مثلا كتاب How to win friends and influence people، الكتاب ده ممكن تقراه مع حد وفي حرفيا حاجات لازم تتعلمها مع الناس، فانت ممكن تجرب في صعبك كده تعتبره دومة التدريب
بتاعتك وتجرب معاه بجد الحاجات دي. فدي هي العقليه الجماعيه واللي بجد هتنفعك كتير جدا في حياتك. ومش بس القرايه، تمرين، شغل، اي حاجه تانية، اي حاجه حلوه ممكن تتخيلها بجد هتلاقيها في السيرفر هنا، وهتلاقي ناس بجد نفسها تعمل نفس الحاجه. فخش، ولو الكتاب اللي انت كتبته عجبني انا شخصيا انا هخش اقراه معاك عادي. وبرضه هسيب لك لينك في الوصف، فيديو لطيف 10 دقائق للباشمهندس ايمن عبد الرحيم اتكلم عن ازاي انك تبدا قرايه وهتحب الموضوع قوي، وتقرا ايه وما تقراش ايه على حسب شخصيتك. فيديو 10 دقائق لطيف قوي. الفيديوهات دي بتاخد مني جهد كتير جدا في البحث، وانا مش ينفع اطلع لك في فيديو ربع ساعه 10 دقائق او 20 دقيقه حشو كلام على الفاضي. كل حرف في الفيديو انا بقوله بجد بقوله من قلبي. ولو كنت بطول زياده في الكلام عشان اللي ما يفهمش بيفهم، ولو كنت بتكلم بسرعه في الفيديو بقصره على قد ما اقدر عشان اللي عندوش وقت يعرف يخلص الفيديو على الاخر. فحرفيا انا بين نارين، الموضوع صعب جدا عليا ان انا ادي لك البالانس دي كلها، ان الفيديو يكون سريع ودسم وتطلع منه معلومه حلوه وفي نفس الوقت ما تزهقش. فده اهم حاجه عندي.